السلام عليكم من مطبخ عبد الله للاكلات العراقيه. اليوم راح اقدم لكم طريقه عمل الفاصوليا اليابسه. هنا عندي فاصوليا سالقتها اني. هنا عندي معجون خاشوقتين وثوم حسب الرغبه، وهنا عندي معجون خاشوقتين وثوم حسب الرغبه. انا خليت 4، وعندي مكعب مال لحم. وهنا عندي لحم اني سالقته ونشف الماي مالته، ضفت له بصل دا يتحمس، وزيت ضفت حسب رغبتكم انتم، تحبون قليل او كيفكم انتم. بس هنا عندي دا يتحمس البصل واللحم. شوية يتغير لون البصل واضيف الثوم. هنا عندي يتحمس اللحم زين مثل ما تشوفون. بس هنا حاضيف الثوم. الثوم ما احمسه زايد لان يطلع طعمه ما طيب، بدون ما يطلع الطعم كلش مو طيب. شوية تحميصة خفيفة. كنت هنا انا حضيف المعجون، شوية ثوم متحمس خفيف. حضيف المعجون المتحمس. والفاصوليا وهي المعجون تتحمس سوا. شوية خليه يتحمس بعد عندي المعجون زين. ما خليه يتحمس زايد لان يحترق، وهي الفاصوليا شوية زايدة عادي مثل ما تشوفون. هنا يتحمس عندي المعجون ويا الثوم والبصل واللحم. هسه حابدي مثل ما تشوفون الفاصوليا هاي حابدي اديرها بالجدر وهم اخليها تتحمس وياه. هاي ينطينا طعم كلش طيب من تتحمس. اكو بيهم ما يحمسوها يضيفون راس المي والنوى الفاصوليا، لا انا اشوف هاي الطريقة تطلع كلش طيبة. تخلون الفاصوليا تتحمس ويا المعجون واللحم والثوم والبصل بالزيت، ينطي طعم كلش طيب. سأتركهم شوية يتحمسون. وهنا تحمست الفاصوليا وراح اضيف مكعب اللحم وياها. مكعب اللحم هو يذوب وحده من خلال ما تسلق الفاصوليا. اضيف المي وراح اتركها الى ان تغلي واشوفكم شكلها شلون راح يطلع. وهذا شكلها دتفور المرقة. هسه صارت عندي دخنت. هسه حاضيف لها ملح. انا خليت لها ماجي مال لحم يعني ما تحتاج هواية ملح. شوي بعد حضيف همينات واخليها تفور شوية بين ما يتجانس الملح، واطفيها واشوفكم شكلها النهائي. ان شاء الله يا رب يعجبكم. هنا طبخت اني تمن ابيض فاصوليا. هسه بعد نتقدر عنه هاي الفاصوليا شوية واشوفكم شكلها النهائي حبايبي. وهذا حبايبي شكلها النهائي. ان شاء الله يا رب يعجبكم. واللي ما ضايقها ويا البصل خليه يطبخها ويا البصل يشوفها كلش طيب طعمها. من مطبخ عبد الله للاكلات العراقيه. اشتركوا بالقناه وضغطوا لايك. مع السلامه حبايبي.